بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير والنور والسرور حبايبي المتابعين. في هذا المقطع حجاوب على سؤال أحد المتابعين بخصوص غاز النيتروجين وأيضا حقن النيتروجين. فيقول أن أحد الفنيين قال له أنه يستطيع أن يستخدم غاز النيتروجين كبديل عن عملية الفاكيوم وأيضا الحقن. طبعا غاز النيتروجين الله يحفظكم هو غاز خامل يستخدم، أو أنا استخدمه، أو المعظم اللحامين يستخدمونه أثناء تلحيم المواسير في عملية منع تكون أو تأكسد المواسير من الداخل، الكربون مع كربون والأشياء هذه. غاز النيتروجين يمنع حدوث هذا الكربون وبالتالي يحافظ لك على المواسير من الداخل أثناء عملية اللحام، ولكن يستخدم بكميات قليلة، زين، ضغط منخفض جدا، فقط عملية تبرير هذا الغاز داخل المواسير لإجراء عملية اللحام. هذا واحد. الشيء الثاني أيضا بعد عملية الصيانة والتلحيم، أو ممكن أيضا إذا ما عندك أي تلحيم ولكن جاي تركب مثلا وحدة جديدة، وحدة مستعملة، وحاب أنك تزيل الرطوبة، الهواء والرطوبة من داخل المنظومة هذه، تستخدم غاز النيتروجين، تمرر غاز النيتروجين داخل النظام، وأيضا لإزالة الشوائب مثل ما قلت، بعض الشوائب وليس كلها. أو أن بعد ما مثلا تستخدم غاز 141B في عملية التنظيف المواسير من الداخل بعد اللحام، أو إزالة الزيوت أو الغاز القديم، أو أي نوع غاز مثلا تستخدمه على وضعية سال، ممكن تمرر أيضا غاز النيتروجين لضمان إزالة الغاز المتبقي أو المتبخر داخل هذه المواسير، وأيضا الهواء والرطوبة. زين، لكن لا يستخدم للأمانة كبديل للفاكيوم. يعني غاز النيتروجين إذا مررته في النظام ما راح يعمل لك فاكيوم، راح يطرد لك فقط هواء ورطوبة وشوائب، وبالتالي يجب عليك أن تقوم بعملية الفاكيوم. أما بالنسبة للحقن، ما أعتقد أن يوجد حقن نيتروجين، وحتى أن وجدت هذه الحقن فليس من وظيفة هذه الحقن أو أنك تحقن هذه الحقن داخل المنظومة، زين، لإزالة الهواء والرطوبة، حقن النيتروجين، لأن النيتروجين في غاز داخل النظام، وأنت راح تحقن نيتروجين، الله أعلم شو ما الذي راح يتكون أو ما الذي راح يحدث وما الذي راح يصير. فما أعتقد أن في حقن للنيتروجين تستخدم في منظومات التكييف. ولكن في حقن الله يحفظكم عبارة عن نوع من أنواع المواد الكيميائية، وممكن راح أرفق لكم رابط هذه الحقن، غير متوفرة للأمانة، غير متوفرة بشكل دائم. ممكن يعني تطلبها من النت، وممكن أيضا تشتريها من بعض المحلات المتخصصة. هذه الحقن وظيفتها إزالة الرطوبة من داخل المنظومة، حقن مخصصة، زين، ما أذكر صراحة اسم الشركة، زين، لأن شركات كثيرة، ولكن الحقنة هذه مخصصة لإزالة الرطوبة من داخل المنظومة وتحقنها بعد ما تضيف الغاز. يعني أنت شغلت وحدتك وشاك أن في رطوبة أو أن التبريد غير جيد، وتقول والله أنا ما عملت فاكيوم، ممكن هذه الحقن راح تقنيك عن عملية الفاكيوم. لكن الحقن هذه سعرها تقريبا في حدود ممكن 50 درهم إماراتي، 100 درهم إماراتي، ممكن تكون في حدود أيضا 150 درهم إماراتي، يعني ما بين خلنا نقول 20
أو 25 إلى 50 دولار أمريكي، وبالتالي يعني هذه تكلفة إضافية بالنسبة لك أو للفني أنك تستخدم هذه الحقن، وأنا ما جربتها، وإذا وجدتها إن شاء الله راح أجربها، ولكن ما نعرف كيف راح يكون أداء هذه أو أداء المنظومة في وجود هذه الحقنة. زين، هذا واحد اتصل راح أطف بن التليفون. فالحقن هذه موجودة، الله يحفظكم، حقن إزالة الرطوبة وليس حقن النيتروجين. النيتروجين للأمانة ما له علاقة في النيتروجين ما له علاقة صراحة، أو ما تحقنه بعد ما تشحن النظام، لأن ما له علاقة صراحة في إزالة الرطوبة أثناء عمل المنظومة، ولكن له علاقة في إزالة الرطوبة شاي طبعا في إزالة الرطوبة والهواء قبل عملية إعادة الشحن المنظومة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم لمقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك، إبداء الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. هذا جاي نعطيه شاي. مدير كيف حالك؟ ايوه هني ما يجي. زين سترونج دون درهم. يلا نشوفكم على خير، مع السلامه. صلى الله عليه وسلم.